بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض درس جديد وهو درس انرجي ترانسفورميشن. درس انرجي ترانسفورميشن هو درس مهم، ودرس بيكمل اللي احنا كنا شرحناه في الدرس اللي فات. واعتقد ان احنا مش هنقول معلومات مختلفة او معلومات غريبة عليكم، ولكن احنا هنتكلم مع بعض في حاجة اسمها energy transformations. وهنا احنا هنرجع تاني نتكلم مع بعض في حتة البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. فاكرين لما كنا بنتكلم قبل كده على فكرة تحويل البوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي، وتحويل الكاينيتيك انرجي لبوتنشال انرجي، لما كنا بنقول ان الاتنين دول مع بعض اسمهم ميكانيكال انرجي. طيب احنا هناخد اكزامبل على فكرة الكاينيتيك والبوتنشال انرجي مع الايه، مع البندوليوم. احنا لو جينا بصينا للشكل اللي قدامي ده، الشكل اللي قدامي ده حاجة اسمها بندوليوم. البندوليوم ده عبارة عن ايه؟ اكيد انت شفته قبل كده في الساعة مثلا بتاعة الحيطة. لما الساعة بتاعة الحيطة دي بتخليها، الساعات القديمة بتاعة زمان كانت ان هي فيها ايه؟ فيها زي كورة تحت كده صغيرة، والكورة دي بتقعد رايحة ايه؟ رايحة جاية. ده اسمه بندوليوم. طيب البندوليوم ده علشان انا اشتغل عليه كويس، او علشان افهم البندوليوم كويس، لازم افهم ان البندوليوم ده عبارة عن ابلكيشن على فكرة البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. لو تاخد بالك من الشكل ده، انا لو وقفت الكرة في النص وجيت احركها ناحية اليمين، ايه اللي بيحصل على الشمال؟ البوتنشال انرجي، شايف البي اي اللي هناك دي، البي اي هنا، البي اي لما انا اجي ارفع الاوبجكت ده لفوق او احركه، بص النقطة اللي في النص بالظبط دي، النقطة دي اسمها اوريجينال بوينت، نقطة الاصل، النقطة الاصلية دي كده، النقطة الاصلية. لما انا ابتدي احركه بعيد عن الريست بوينت، الريست بوينت هي الاوريجينال بوينت برضو، لما ابقى احركه بعيد عن الاوريجينال بوينت، لما ابتدي ارفعه، مش احنا اتفقنا ان البوتنشال انرجي هي انرجي ستورد ان اوبجكت، الانرجي اللي متخزنه جوه الاوبجكت ومستنيه تتحول لكاينيتيك. انا لو وقفت هنا كده الاوبجكت ده وسبته يتحرك، هو حاليا كل الانرجي اللي جواه هي بوتنشال انرجي. اول ما بسيب الاوبجكت ده تتحول البوتنشال لكاينيتيك زي ما شايف انت على الشمال. ولو تاخد بالك، انا هعيد اللقطه دي تاني، هخلي الاوبجكت يمشي بالراحه. بص انا هوقف كل شويه عشان تاخد بالك ان هو بيبدل البوتنشال بكاينيتيك لحد ما يعدي على الريست بوينت في النص، يكون سريع جدا. انا موقف بس هو بيبقى سريع جدا، كل الانرجي بتاعته كاينيتيك. طب لما يعدي على الريست بوينت يحول الكاينيتيك لبوتنشال من جديد، لحد ما يحول كل البوتنشال، كل الكاينيتيك لبوتنشال، يبتدي يرجع يحول البوتنشال تاني لايه؟ لكاينيتيك. وبعدين الكاينيتيك تتحول لبوتنشال، وبعدين البوتنشال تتحول لكاينيتيك. بص انا هخليها ايه، اسرع شويه. الايه البوتنشال، لا تعالى تعالى. يلا بينا. هرفع الاوبجكت هنا، ده كله بوتنشال، هيبتدي يحول بوتنشال لايه؟ لكاينيتيك. وبعدين ده كده بقى اسرع كتير، بس خليها ابطا تاني. بيحول البوتنشال لايه؟ كده هو كله بوتنشال، كده هيحول بوتنشال لكاينيتيك، وبعدين الكاينيتيك لبوتنشال، وبعدين البوتنشال لكاينيتيك، وبعدين كله بوتنشال اهو، وبعدين كاينيتيك، وهكذا. الفكره كلها ان لعبه البندوليوم اللي احنا عمالين نلعب بيها دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بحرك الاوبجكت، ولما بيطلع فوق كده الاوبجكت هو بيبقى كله بوتنشال، ولما يبتدي عند نقطتين، عند النقطه اللي في النص دي يعدي، بيكون حول كل البوتنشال لكاينيتيك، ويرجع تاني يحول الكاينيتيك لبوتنشال، ولما يوصل هنا يبقى كله بوتنشال، واجي اسيبه يحول كل البوتنشال لايه؟ لكاينيتيك، وبعدين يرجع يحول الكاينيتيك لبوتنشال،
وبعدين يحول البوتنشال لكاينيتيك. المقصود بالكلام ده كله ايه؟ المقصود بالكلام ده كله ان انت لما بتستخدم البندوليوم ده انت بتحول البوتنشال دايما لايه؟ دايما لكاينيتيك. والسهم ده بيوضح لك اتجاه الايه؟ اتجاه الحركه. لو تاخد بالك ان البندوليوم عند النقطه اللي في النص بيكون سريع جدا، وعند النقطه اللي في الحرف خالص بيكون بطيء. يعني هو لو انا خليتها سلو موشن، بص كده، هنا هو سريع جدا، يفضل حركته تبطأ 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 لحد ما يقف، ويبتدي لما يقف هنا يبتدي يرجع تاني يحول كل بوتنشال لكاينيتيك، يبقى سريع جدا عند النقطة دي، ويطلع يقف ويرجع تاني. مقصود بالكلام ده ايه؟ ان البندوليوم ده بيكون عند النقطة دي بالظبط، النقطة اللي هو وقف عندها دي، بيكون عند النقطة دي كل اللي عنده بوتنشال انرجي وما عندوش كاينيتيك. ما عندوش كاينيتيك يعني ايه؟ يعني ما عندوش حركة. يبتدي يتحرك عند النقطة اللي في النص بالظبط، هو سريع جدا ما بيقفش، وكل اللي عنده كاينيتيك يحولها لايه؟ يحولها لبوتنشال. لما يحولها كلها لبوتنشال ما يلاقيش عنده كاينيتيك فيقف، يرجع تاني يحول البوتنشال لايه؟ لكاينيتيك، ويجري يجري في النص، وبعدين يحول كل الكاينيتيك لبوتنشال ويقف من جديد ويبتدي وهكذا. فهمتوا الموضوع ده؟ الموضوع ده محتاج ان انت تكون فاهمه كويس علشان تقدر تكمل معايا الايه؟ الدرس بشكل مظبوط. فانا لو جيت اتكلمت عن the energy from one type to another لم without طبعا losing a value، يعني بدون ما افقد القيمه، انا بحول ده لده. فالشكل اللي قدامي ده بيلخص لي الحركه اللي احنا عملناها في الايه؟ في البندوليوم، في موضوع البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. الكوره دي عماله تتحرك ناحيه الرايت والليفت، ناحيه اليمين والشمال. ولو خدنا بالنا ان الكوره لما كانت بتيجي عند النقطه دي كانت بتبقى ماكسيمم بوتنشال انرجي، وما بيبقاش عندها كاينيتيك انرجي، صح؟ وعند النقطه دي نفس الكلام، البوتنشال انرجي ماكسيمم والكاينيتيك انرجي زيرو. اظن ان احنا فاهمين دول. النقطتين دول اسمهم هايست بوينت. هايست بوينت يعني اعلى نقطه وصل لها الايه؟ البول دي، البندوليوم ده. وبعدين يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يحول البوتنشال لكاينيتيك. عند النقطه دي هو البوتنشال بتقل والكاينيتيك بتزيد، صح ولا لا؟ بوتنشال ديكريس وكاينيتيك ايه؟ انكريس، لحد ما يعدي على النقطه اللي في النص دي. النقطه اللي في النص دي لو تفتكروا كان بيبقى سريع جدا، يعني كل اللي عنده كاينيتيك او ماكسيمم كاينيتيك والبوتنشال قليل جدا، وبعدين يبتدي يحول الكاينيتيك لبوتنشال. فعند النقطه دي البوتنشال بيزيد والكاينيتيك بيقل، لان هو بيطلع لفوق، فالبوتنشال بيزيد والكاينيتيك ايه؟ بيقل. وعند النقطه دي البوتنشال ايه؟ ماكسيمم، والعكس يبتدي ايه؟ يحصل. يبقى فهمتوا الجراف ده؟ لو انت ما فهمتوش رجع الحته دي في الشرح واسمعها تاني. انا عندي نقطتين فيهم ماكسيمم بوتنشال، اللي هي النقطه دي والنقطه دي، وعندي نقطه فيها ماكسيمم كاينيتيك اللي هي النقطه اللي في النص. طيب يبقى انا في ترانسفورميشن بتحصل ما بين الايه؟ الكاينيتيك والايه؟ والبوتنشال. ولو جينا هنا التشيلدرن سوينج اللي هي اللعبه اللي الاولاد بيقعدوا يتمرجحوا عليها، هي شبه بالظبط فكره البندوليوم، ان هي بتفضل ايه؟ تحول الكاينيتيك لبوتنشال والبوتنشال لايه؟ لكاينيتيك. والعيال بتقعد تلعب ايه؟ على المرجحه وبيبقوا مبسوطين جدا وهم مش فاهمين ايه موضوع البوتنشال والكاينيتيك. يبقى the motion of a children in swing is like pendulum. ليه بقى؟ because both of them الاثنين potential and kinetic energies are exchanged without an in the end the summation of such energies. السمشن بتاع الاثنين energies دول بيبقى ايه؟ بيبقى هو عباره عن الميكانيكال. خلاص بيبقى ده ايه؟ بيبقى ده عباره عن الايه؟ الميكانيكال. طيب فهمنا كده الجزئيه بتاعت البوتنشال اند كاينيتيك. طيب تعالوا نكمل وناخد مساله بتعبر لي على البوتنشال. احنا قبل ما نفهم، قبل ما نتكلم على البوتنشال، فاكرين لما انا كنت بقول لكم ان بوتنشال ايكوال ويت، ده القانون بتاع البوتنشال انرجي، ان بوتنشال انرجي ايكوال ويت باي هايت. طيب الهايت مقصود بيه الايه؟ الجزء اللي هي الحته اللي هو بعيدها، ماشي، او الحته اللي هو ايه؟ ارتفاعها دي.
والويت طبعا هو وزنه. طيب في المساله بتيجي تقول لي ايه؟ A moving pendulum، عندي بندوليوم بيتحرك has potential energy 0.8 جول at maximum displacement if the mass equal كذا والاكسلريشن due to gravity equal كذا. احنا عارفين ان ايه؟ ان علشان احسب بوتنشال هو عاوز يعمل ايه بقى؟ اولا كالكوليت هايت وعاوز يحسب الكاينيتيك. طيب هو مديني في المساله دي بوتنشال ومديني ماس ومديني اكسلريشن. طيب كان عندي قانون بيقول ايه؟ بيقول ان weight equal mass times acceleration due to gravity، ده خدناه في الدرس اللي فات، ان weight equal mass times acceleration due to gravity. وبعدين اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على ان انا معايا ويت، هو مديني في المساله الايه سوري مش مديني الويت، مديني الماس ومديني الاكسلريشن ومديني البوتنشال. طيب انا علشان احسب له الهايت هحسب له الهايت ازاي؟ عن طريق البوتنشال. ما هو البوتنشال انرجي البي اي، خدوا بالكم انا بعمل ايه، البي اي ايكوال ويت تايمز الهايت. هو عاوز ايه في المساله؟ اولا عاوز الهايت الاتش دي، عاوز الايه؟ عاوز الهايت دي. طيب الاتش دي احسبها ازاي؟ لو انا معايا الويت ومعايا البوتنشال اقدر اعمل ايه؟ هقول له ان هايت ايكوال بوتنشال انرجي ديفايدد الايه؟ ديفايدد الويت. طيب انا هل معايا الويت؟ المساله مش مدياني ويت، المساله مدياني ماس واكسلريشن. طيب ما الماس تايم الاكسلريشن يديني الويت، صح ولا لا؟ فانا في الاول هجيب الويت ومعايا البوتنشال، فويت ايكوال ايه؟ ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. فاهمين كده؟ فانا جبت الويت، وبعد ما جبت الويت هروح اعمله مع البوتنشال انرجي علشان اجيب الايه؟ الهايت. ففي القانون الثاني بنقول ايه؟ ان بوتنشال انرجي at maximum displacement equal weight times height، وهو مديني البوتنشال في المساله، يبقى هحط 0.8 هنا، ومديني الهايت اللي انا لسه حاسبه، عاوز سوري، ومديني الويت اللي انا لسه حاسبه، عاوز الهايت. هقول له ان الهايت ايكوال ايه؟ هايت ايكوال البوتنشال انرجي ديفايدد الايه؟ ديفايدد الويت يديني الهايت. طيب لو انت مش فاهم المساله هشرحها لك تاني. في المساله دي هو مديني بندوليوم، البوتنشال انرجي بتاعته كذا 0.8، ومديني الماس ومديني الاكسلريشن، وعاوز يحسب الهايت. انا علشان احسب الهايت ما عنديش غير قانون واحد، ان بوتنشال انرجي ايكوال ويت تايمز هايت. انا عاوز الهايت دي، طب عشان احسب الهايت عاوز بوتنشال وعاوز الويت. هل معايا البوتنشال؟ معايا البوتنشال. هل معايا الويت؟ لا معيش الويت. الويت طيب احسبه ازاي؟ هروح احسبه بالقانون ده، ان ويت ايكوال ماس تايمز اكسلريشن، مديني الماس ومديني الاكسلريشن، حسبتهم طلع 1.6، ده كده الويت. طيب واروح احط الايه؟ الارقام في القانون بقى بتاع البوتنشال انرجي ايكوال ويت تايمز هايت. فالبوتنشال انرجي ايكوال 0.8 والويت ايكوال 1.6، وعاوز احسب الهايت، فالهايت ايكوال ايه؟ ايكوال 0.8 ديفايدد الايه؟ هخرج دي بره، ديفايدد الايه؟ هتبقى ديفايد 1.6. فهمتها كده؟ تطلع 0.58 متر. طيب وعاوز يحسب ايه تاني؟ عاوز يحسب الكاينيتيك انرجي عند البي. طب انا بحسب الكاينيتيك انرجي ازاي؟ بحسبها بالهاف ماس تايمز سبيد سكوير. بس لحظه، هو عند البي اصلا دي النقطه اللي هي بيبقى عندها الاوبجكت وصل ووقف، ما عندوش كاينيتيك انرجي اصلا. عند النقطه بي دي انا لازم اكون ذكي، اعرف ان عند النقطه بي هو اساسا مفيش بوتنشال، مفيش كاينيتيك انرجي، فالكاينيتيك انرجي ايكوال ايه؟ زيرو عند النقطه دي، وعند النقطه دي الكاينيتيك انرجي ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. يبقى ده كاينيتيك انرجي، الكاينيتيك انرجي هنا ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. ترانسفورميشن اوف انرجي ان سمبل سيل. احنا اتدربنا في البندوليوم على الكاينيتيك والبوتنشال انرجي. هناخد اكزامبل تاني على موضوع الترانسفورميشن، وهو حاجه اسمها سمبل سيل. ورغم ان هي ناس كتير بتهملها في المذاكره، الا ان هي بتيجي في الامتحانات كتير، وهي حاجه سهله جدا. بيقول ان في حاجه اسمها سمبل سيل. السمبل سيل دي كانت اختراع، او كانت حاجه اول ما اكتشفوها كانت حاجه مفاجاه او حاجه غريبه يعني. هي عباره عن ان انا بجيب بيكر زي الكوبايه اللي قدامكم دي يعني، والبيكر ده بحط جواه حاجه اسمها سلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد ده ماده قويه جدا، كيميكال يعني، ماده كيميكال يعني.
وبجيبها دايليوتد يعني بجيبها مخففه. انت عارف مثلا في عصير تقيل وعصير خفيف، فكلمه خفيف دي يعني دايليوت. فبجيب دايليوت سلفوريك اسيد واقوم عامل ايه؟ بحطه في كوبايه او بحطه في بيكر. يعني انا كلمه كوبايه دي بقولها الكوبايه في اللاب اسمها بيكر، بس عشان انتوا لسه ما اتعلمتوش الكلمات دي مش عاوز الموضوع يكون صعب عليكم. المهم ان انا بجيب بيكر وبحط جوه البيكر ده ايه بقى؟ بجيب رود من الكابر وبجيب رود من الزنك، ماده اسمها الكابر النحاس بتاع سلك الكهرباء ده عادي. بجيب كابر وبجيب زنك، ماده الزنك، وبوصل الزنك مع الكابر عن طريق ايه؟ واير، وبوصلهم بلمبه. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا اول ما بدخل الكبر والزنك جوه السلفوريك اسيد بلاقي اللمبه نورت. اول ما بدخل الكبر والزنك جوه الايه؟ جوه السلفوريك اسيد بلاقي اللمبه نورت. طب ده اكن اللي حصل ايه؟ اكن اللي حصل ان انا حولت الكيميكال انرجي انتو لايت انرجي. ما هو السلفوريك اسيد ده جواه ايه؟ السلفوريك اسيد ده يحتوي على كيميكال انرجي، بيكون جواه كيميكال انرجي. فانا كده اكني حولت الكيميكال انرجي انتو لايت انرجي او الكتريك انرجي عموما بقى. يعني الاول الكتريك وانت تقدر تستفيد بيها تحولها للايت. فالسمبل سيل الجهاز بقى اللي قدامنا ده اسمه سمبل سيل، ده السمبل اي سيل. فبيقول لي ايه بقى؟ ان سمبل سيل الايديا اوف اوبريشن، فكره العمل بتاعها it converts، بتحول chemical energy into electric energy. والكونستراكشن بتاعها يا ريت تحفظوه. it consists of glass container اللي هي البيكر اللي اتفقنا عليه containing dilute يعني مخفف سلفوريك اسيد، رمز السلفوريك اسيد H2SO4 زي ما كنا مثلا بنقول رمز الووتر H2O، رمز الاكسجين O2، واتدربنا على الكلام ده في اليونت الاولانيه. رمز الدايلوتد سلفوريك اسيد اسمه H2SO4. وده الكونستراكشن الاول. نمبر بي تو ميتال بليتس dipped in او immersed يعني in diluted sulfuric acid. one of them copper، والكبر ده بيبقى بوزيتيف بول يعني الطرف البوزيتيف. عشان تعمل الكتريستي لازم يبقى فيه بوزيتيف ونيجاتيف على فكره. فالكبر هو البوزيتيف والزنك هو النيجاتيف، وارجوكم ما تنسوش المعلومه دي. طيب الدايركشن اوف باسج اوف الكتريستي من البوزيتيف للنيجاتيف. دايما الالكتريستي بتمشي من البوزيتيف ايه للنيجاتيف. ذا كارنت passes from positive plate to negative A plate. ده الترانسفورميشن للسمبل سيل اللي اتمنى ان انتوا تحفظوها كويس، لان انا بقول لكم ان بتلاقوا نفسكم ان انتوا كذا حد بيسالني يا مستر السمبل سيل صعبه. ده الموضوع تافه جدا، يعني الموضوع تافه جدا بتاع السمبل سيل، وارجوكم ان انتوا تكونوا ايه؟ حافظينه، حافظين مكوناته وفاهمينه طبعا. طيب خلينا نكمل مع بعض في الترانسفورميشن انسايد ذا كار. احنا لو عندنا عربيه، فالعربيه دي هي جهاز متطور جدا بيحول لي مجموعه من الانرجيز مع بعض. اولا انا بروح البنزينه بحط للعربيه دي اكل عشان تاكل، صح ولا لا؟ ايه الاكل بتاع الكار؟ الاكل بتاع الكار هو الفيول، هو البنزين. فبروح البنزينه وبحط فيول، بحط بنزين. فالبنزين ده جواه كيميكال انرجي. يبقى اول حاجه ببدا بيها هي كيميكال انرجي stored in the fuel inside the car engine. بحط الاول الايه الكيميكال انرجي دي اللي هي الفيول يعني، وابتدي ان انا اشغل العربيه. لما بشغل العربيه بتبتدي العربيه تحول الكيميكال انرجي into thermal energy، بتحرق الفيول لان هي بتحرق البنزين، فتحول الكيميكال انرجي ل ثيرمال انرجي. وبعد ما يظهر طاقه حرق الثيرمال دي اللي هي الهيت يعني، بعد ما تظهر الهيت جوه الموتور بتاع العربيه تبتدي العربيه تتحرك. فالعربيه بتاخد الهيت انرجي دي او الثيرمال انرجي دي تحولها الميكانيكال ايه انرجي تو موف ذا كار. ولما العربيه بتتحرك يبقى احنا فهمنا كده التسلسل ده عشان مش هرجع له تاني. كيميكال انرجي لما العربيه تشينج باي بيرنينج اتحولت لثيرمال، الكيميكال اتحولت لايه؟ لثيرمال. والثيرمال اتحولت لميكانيكال اللي هي الحركه يعني الكاينيتيك. وبعد كده لما العربيه اتحركت في حاجه اسمها داينامو. لو انا جيت بصيت هنا كده a part of it changes by the dynamo او in the dynamo into، في جزء من الميكانيكال انرجي او الكاينيتيك انرجي بيتحول لإلكتريك انرجي عن طريق الداينامو. فاكرين كان في حاجه اسمها دينامو او الداينامو. الداينامو ده اتدربنا عليه قبل كده
في المراحل اللي فاتت ان هو جهاز بيحول الميكانيكال انرجي انتو الكتريك انرجي، او بيحول الكاينيتيك لالكتريك. في جريد 5 خدناه على فكره. في جريد 5 كان في حاجه اسمها داينامو بيحول الكاينيتيك لالكتريك، يعني هو عباره عن جهاز كده كل ما يلف يطلع كهرباء. فالعربيه لما بتتحرك لما بتبقى كاينيتيك بتحول الكاينيتيك دي لالكتريك، وانا ابتدي اخد الالكتريك دي بقى احولها بقى لكذا حاجه. احولها للايت في اللامب، يعني في كشاف العربيه، احولها لساوند في الكاسيت، احولها لهيت في الكونديشنر بقى في التكييف وكده. يبقى تسلسل الترانسفورميشن جوه الكار، الكيميكال بتتحول لثيرمال، والثيرمال يتحول لميكانيكال، وبعدين اخد الميكانيكال ده اروح احوله بقى لالكتريك، والالكتريك لاي حاجه انا عاوزها. وهنا بيبقى عندنا قانون اسمه conservation law of energy. conservation law of energy بيتكلم على فكره ايه؟ ان كل الاكزامبلز اللي انا اتكلمت عليها في الفتره اللي فاتت، البندوليوم والسمبل سيل والكار وكل الحاجات اللي بتعمل ترانسفورميشن، هي في الحقيقه ما بتعملش حاجه غير ان هي بتاخد الانرجي من الشكل ده تحوله للشكل ده. ازاي؟ العربيه انت بتحط لها فيول، بتحط لها بنزين، فتقوم واخده الفيول ده تحوله لايه؟ لثيرمال. فحولت الكيميكال انرجي لايه؟ حولت الكيميكال لثيرمال، صح ولا لا؟ وبعدين حولت الثيرمال لميكانيكال. فاهمين الفكره؟ وبعدين خدت الايه الثيرمال حولته الميكانيكال، وبعدين خدنا الميكانيكال حولناه للالكتريك، والالكتريك حولناه لحاجه. معنى الكلام ده ايه؟ ان الانرجي ما اقدرش اجيبها من لا شيء. يعني انا علشان يبقى عندي الكتريك انرجي لازم يبقى عندي ميكانيكال، والميكانيكال لازم يبقى عندي ثيرمال، والثيرمال لازم يبقى عندي، وهكذا. يبقى عندي قانون اسمه conservation law of energy، قانون الحفاظ على الطاقة، وهو قانون عظيم جدا ومهم جدا بعد كده ان شاء الله نتعلمه. energy neither created، الانرجي مش بتتعمل nor destroyed، يعني ولا تقدر تسقف كده تطلع الكتريستي، ما فيش الكلام ده. لا، انت اكيد جبت الالكتريستي من حاجة تانية. energy neither created nor destroyed but it converted from one form to another، بتحول من صورة لصورة ايه تاني. يبقى energy neither created nor destroyed but is converted from one form to another. طيب احنا عمالين نتكلم على الترانسفورميشن، وان احنا بنحول ده لده وده لده، فهناخد ايه مميزات الموضوع ده وسلبياته. من مميزاته ان احنا اخترعنا اجهزه كتير، دي positive effects of technology، ان السوينج ماشين مكنه الخياطه بتحول الالكتريك لميكانيكال. ماشي، تحفظ بقى الكلام ده، حاجات سهله كلها. السولار انرجي بتحول السولار سيل بتحول السولار انرجي للالكتريك اللي هي الخلايا الشمسيه. التلفزيون بيحول الالكتريك للايت. الالارم بيحول اللايت لكاينيتيك، انه بيتهز يعني. طيب في هنا حته بس هتعدلوها، ان هو هنا بيحول الايه الكيميكال لكاينيتيك. ماشي، طيب بس متكرره هنا ايه الفون هنا المفروض تحطوا ايه؟ هنا المفروض تحطوا لي بس الفون، معلش ان في لخبطه، هعدلها لكم في الملزمه اللي هتنزل ان شاء الله. الالارم هنا بس دي هتتحول، هتبقى ايه؟ هتبقى هنا دي الفون. ماشي، الموبايل فون بيحول الراديانت انرجي الالكترومagnetic انرجي انتو ساوند انرجي. وطبعا النيوكلير رياكتور بيحول الايه؟ بيحول النيوكلير انرجي انتو الكتريك انرجي. طيب الباد افكت او النيجاتيف افكت بتاع الموضوع بتاع الترانسفورميشن ده، ان طبعا لما اخترعنا الاجهزه اللي بتحول الانرجي دي، لقينا ان في حاجه اسمها كار اكزهوست، عوادم العربيات او السيارات دي بتعمل كوز كيميكال بوليوشن، وبتعمل شيست اند اي ديسيزز، بتسبب الامراض العين والصدر. الميليتري اكسبلوجنز، الانفجارات، احنا الاجهزه اللي عملناها عملنا قنابل، والقنابل دي برضو هارمفul افكت، ليها باد افكت. الكيميكال بيستيسايدز، الحاجات اللي هي المبيدات الحشريه بتلوث البيئه. والنيوكلير ويبنز بتعمل ماسيف ديستركشن، بتعمل تدمير شامل. وذا ويبس اند وايرلس دي بتسبب الكترومagnetic بوليوشن. كل الحاجات دي تقراها يعني. ماشي، يعني هي ما بيجيش في الامتحان كتير، بس تقراها كده قرايه تعرف بس كل واحد فيهم بيعمل ايه. اللود سبيكر اند دريلينج
ماشينز الحفر بتعمل نويز بوليوشن. المهم انا عاوزك تحفظ لي او تعرف لي كويس النيجاتيف افكتس والبوزيتيف افكتس، والاهم من ده كله انك تعرف مهم جدا موضوع الكار ده، والسمبل سيل اهم جزء في الدرس، والبندوليوم تكون فاهمه كويس. ده درس الانرجي ترانسفورميشنز، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه بشكل كويس. هسيب لكم الملزمه دي في الديسكربشن تحت الفيديو على طول. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيره. باي باي.